طيب بص اخونا محمد عماد ببلاش، الحاجات دي ببلاش اهي. بقول لك ايه، بص تعالوا ببلاش عند محمد عماد. ان انت صاحب السوبر ماركت. بيضحك محمد عماد بيضحك. الكيلو اللبن ب 25 عرض جنيه غايب بس. بعد بكره، اي حد هيجي تبعي الراجل ده اعمله بلو جوب. الناس ما تشكي منك اهو. السلام عليكم يا جماعه. الساعه دلوقتي كام معاك؟ الساعه 6:30 تقريبا. 6:30 رايحين الجيم. دلوقتي ماشيين كيلو مثلا ونص كده، بنركب عربيه قبلها فاهم. بنعتبر الكيلو ونص ده تسخين لحد الجيم وكده. الجيم فاضي كل يوم عشان مشكله الجيم دي برضو بيبقى زحمه، بيبقى مره مش فاضي. بس لو الجيم فعلا بيقفل يبقى نصلي الفجر ونروح على طول. لو لقيناه فعلا ايه فاضي الجهاز للتصوير يبقى منها برضو رحنا الجيم، ومنها صورنا فيديو، ومنها فدناكم. بيقولوا لي المكان ده فين في الكومنتات. جامد. خش بقى. تعال. صح. المفروض ما اخش ب 25 على طول، صح؟ خش انت كده 5. خش. مش لازم يبقى الوزن عالي، بس اهم حاجه ايه توصل للفشل العضلي او توصل للتوتر الميكانيكي. العب. اللي هو ايه مثلا اللي هو مثلا تشوف ناس بتسخن بطريقه معينه، اللي هو ايه خلاص تدخل الجيم تلاقي ناس كوبي هاي كوبي من بعض، وناس بيسخنوا بنفس الطريقه بيلعبوا بنفس الطريقه. مش لازم لازم كل اللي بتشوفه في الجيم يبقى صح، لازم كل اللي بتشوفه في الحياه يبقى صح. دور دايما، تأمل في الخطط، تأمل في الافكار فاهم. مش لازم كل الناس تبقى بتسخن. افهم انت بتسخن ليه، افهم انت الحركه دي بتعلمك ايه. لو ما عملتش حركه التسخين دي، لو ما سخنتش كوعي ايه اللي هيحصل، لو ما سخنتش الترايسبس بتاعتك ايه اللي هيحصل. ايه هدفك في الجيم؟ قبل ما تعمل اي حاجه قدم خطوه قدام، قدم خطوه تاني، قدم خطوه كبيره كده، تبقى متوازن بيها. عايش. رجع رجلك دي لورا شويه. لو مش حاسس بيها روح على حاسس. ماشي. بعد ما نخش ده ممكن نخش تمرين تاني الشيست اللي فوق. بعد كده يعني بحب العب الشيست تحت التاني عشان كده اوريدي عندي قوي شويه، ولكن عادي يعني. بعدها هنخش مثلا ايه فراشه. بقالي كتير ما بلعبوش. حلو. السلام عليكم. ما تخرجش بره الاوضه ماشي عشان البتاع. اتمرنا يا جدعان، وده شكلي دلوقتي يعني. ده الباك دبل بايسبس، وانا من الاخر حاسس ان انا معضم فاهم. بس عظم يعني باكل بعمل كذا بس اللي هو يجي مني. انا عايز اوصل لاحسن شيب. تقولوا لي في الكومنتات ادينا رايكم هل يجي مني. انا شايف ان انا يجي مني كواحد لسه من 18 سنه 16 سنه قصدي. اليومين اللي فاتوا هيجي، بس مش بتمرن عشان الشكل بس، او مش بتمرن عشان اي هبل والبنات والهبل ده. كده الجيم مليان بنات ومتروس بنات. لكن الفكره في العقليه. انت تحط نفسك في اهلك الظروف. تتمرن برضه عشان ايه لبلدك، برضه بنيه لبلدك يعني. انت كلنا فدا بلدنا وكلنا فدا مصر. لا حتى في ناس هتبقى مختلفه معايا والله. في ناس فعلا كده اللي هو انا بتمرن برضو بلدي ومش بلدي. هتقعد بقى تفهم الناس نيتك، هتقعد تفهم الناس كده فاهم. طز في الكلام بتاع لو الناس ايه. ولكن ده شكلي دلوقتي اللي انا هعمله. الشيست حلو شويه ولكن من فوق ضعيف، ودي ممكن تبقى جينات. الظهر حلو لو شفت بصيت كده، ولكن متقسم ولكن ما فيهوش عمق عضلي. وده كواحد طبيعي مش باخد هرمونات. واي كورس اي كوتش يجي يقول لك خد تيست ومش خد تيست اول اسبوع وهخليك في اسبوع بطل، ده بيبقى واحد داخل الجيم جديد. بروح الجيم بقالي كتير، بس انا حاسس ان ممكن ابقى نظام التغذيه ما كانش حلو. عكيت مش يعني انا انتظمت على قد ما اقدر، لكن هي توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر. فانا جاي اكلمكم عن العقليه، ازاي تخلي العقليه بتاعتك ما تبقاش فريسه. انا مش عارف مين محتاج يسمع الكلام ده، ولكن الحاجه اللي بتخليك مدمن بورد، بتسوف، تكسل، تخاف تتكلم مع الناس، تخاف تبدا، بتاجل اي حاجه، بتخاف تتكلم مع البنات، تنجحش في دراستك، تنجحش في شغلك، مقريف، حاسس انك حزين، حاسس ان حياتك ملهاش معنى. سر الكل ده انك مش مسيطر على عقلك. انت مش عايش مع عقلك.
وده ببساطه انت عندك حاجه اسمها ان مايندفولنس، انت مش مركز مع عقلك زي الباشا صاحبي اللي ورايا ده، بمعنى تعفن دماغ. بمعنى برضو دلوقتي افترض ان انا واحد قاعد في البيت لوحدي، مخي وزني ما تيجي لا لا يا باولو يا ابني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في ادخل على الموقع اكتب BORNHUB او على حسب ما انت بتكتبها، ممكن تكتب ايه FOX. في ناس تكتب، انا ماليش دعوه باذواق الناس، بس ايه فاهم. وانت بتعمل اللحظه دي وانت في اللحظه دي انت بتبقى واعي، يعني انت بعدها ممكن تقول ايه ده انا ازاي عملت كده ومش ازاي عملت كده. طب انا ليه بخاف من كلام الناس؟ السر ان عقلك هو اللي بيتحكم فيه، انت مش مخلي نفسك او مش مدي نفسك الفرصه ان عقلك هو اللي بقى يسوق. ما عندكش تفكير، اللي يجي في دماغك بتعمله. فازاي تنتقل من حاله بتخاف تتكلم مع ناس تسويف، تخاف تتكلم مع البنات؟ الحاجه الوحيده هي ان انت هي الشورتس، حرفيا الشورتس دي من اكبر الحاجات. ليه؟ الراجل ده بيفهم اقسم انزل يلا اجري انزل. لان انا لو داخل على اليوتيوب مثلا فانا عارف انا هتفرج على ايه. انا رايح هتفرج على فيديو معين عن كذا كذا كذا، هتعلم كذا، خلاص. وانت في الشورتس انت تدي لدماغك اللي هي ايه، اللي تشيك ان هو ايه، طب ماشي انا جاهز اتفرج على اي حاجه، اي محتوى مهما كان، اي فيديو مهما كان، انا بس هشوف واتفرج على اللي يطلع. الشورتس بيديلك دوبامين. فالفكره يا اسطى انت مدوخني خالص. انا دلوقتي متعود ان انا يدخل لي اي حاجات لمخي اوتوماتيكي، انا قابل لاي حاجه، ما تبقاش زي السفنج. الشورتس انت ايه شويه حزين، شويه مشهد مش عارف ايه، شويه مشهد ايه، بيحصل لك اوفرلود لكل البيانات اللي مخك مش مستحملها دي. المخ الانساني او مخك مش هيستحمل كل البيانات اللي داخله له دي، بيحصل لك اللي هو اوفرلود، فمخك بيتعب. فخلاص عارف انت لما هو تبقى جعان خلاص ايه، انت من كتر الاختيارات بتزهق. فعالم بقى عندنا اختيارات كتير. احنا كنا زمان بندور، الناس كانت زمان بتدور تدرس الكتاب ده منين، تروح تسافر لبلد معين عشان تقرا كتاب، عشان تجيب كتاب. عشان دلوقتي انت عندك 100 كورس، 100,000 كورس مجاني ومدفوع، وده بينصب عليك وده مش بينصب عليك، وده يقول رأي على السوشيال ميديا وده يأثر فيك وده ما يأثرش فيك، وده يعمل بيرسونال براند لنفسه ويعرف يسوق لنفسه، وده ما يعرفش يعمل بيرسونال براند لنفسه ويسوق لنفسه. فبيحصل لك اوفرلود، خلاص دماغك ما بقاش قادر يستحمل. فيلا اي حاجه تجيلك في دماغك انت اتعودت، خلاص اتعودت ان محدش يقرر لك تتفرج على ايه، اتعودت اللي هو ايه، خلاص هو اليوتيوب هيقرر لي اتفرج على ايه، او الانستجرام او اي منصه تتفرج عليها. لدرجه ان انا بشوف ناس حرفيا واحد مع خطيبته مثلا اللي هو مثلا يقول ايه، طب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ انت مستنيين انا اقول لك يعني انت المفروض الراجل انت اللي تقرر، انت اللي تقرر هنخرج فين، انت اللي تقرر. لا طب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب يلا نروح كذا. من كتر ما هو بيتفرج على الشورتس، وانا بتكلم في كلام واقعي حرفيا، فاهم؟ اللي هو خلاص اتعود اللي هو ان حد يختار له، حد يختار له. طب انت مستني حد يختار لك حياتك؟ طب اختار الصح ولا الغلط، اختار انت، دي حياتك. لان الفكره بتبقى عامله زي الزحليقه، بتدخل في عقلك كده تتزحلق وتعملها على طول. طب يلا نتفرج، طب يلا، طب يلا نكلم البت دي، طب يلا، والبت ما ردتش، طب انا هزعل، طب يلا، طب يلا نفرح دلوقتي، طب يلا، طب يلا ده شوربه تفاريح، طب يلا. ما تقدرش تقول لدماغك اسكتي دلوقتي في حاجه انا عايز اعملها. طب اول خطوه والحاجه الوحيده اللي انا عايز اتكلم عليها ازاي تخلص من الحاجه دي. اول حاجه هنعمل تدريب بسيط يدرب دماغنا على فكره. يا اسطى بتعمل ايه يا اسطى؟ وانا ايه وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. هنعمل تمرين بسيط يدرب دماغنا ان الفكره اول ما تيجي لا نمسكها نقول لها لا دلوقتي احنا هنحطك تحت الفلتره، يا اما ننفذك يا اما ما ننفذكيش. الحاجه اللي احنا هنعملها هي هنغمض عينينا، غمض عينينا، او حد يضربك على قفاك وانت بتعملها، غمض عينك. فهتغمض عينك، عايزك تتنفس بالراحه، تركز على نفسك وهو طالع من مناخيرك ونفسك وهو خارج من مناخيرك. مش عايزين نعود دماغنا ان هي تركز على اللي احنا اللي هي عايزانا تركز عليه، ولكن اللي احنا عايزين نركز عليه. تركز على مناخيرك وهو بيخرج منها نفس وهو بيطلع منها نفس. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هتبدا تفكر في حاجات ثانيه، هتبدا تسرح في افكارك، البت اللي انت سبتها، الموف اون، الجيم، الحاجه، صاحبك البارد. بتبدا تتنقل من مرحله ان هي كنت مركز على نفسك ومركز على مناخيرك، مخك ايه متعود اصلا ان هو يسحبك في افكار ثانيه وتعملها. فانت مثلا قاعد بتعمل حاجه بتشتغل مثلا، فت ايه ده، طب ازاي اعمل البيتزا، طب وصفه البيتزا، طب تدخل تشوف وصفه البيتزا، بعدين انت ايه ده، مين عمل كذا ومين عمل ايه ده، طب ازاي عمل كذا، تفاجئ في الاخر ان انت اتسحلت في حاجه. ده اللي دماغك بيعمله لك دلوقتي، وده دليل على انك في الان مايندفولنس او تعفن الدماغ بقى، بمعنى اصح صحه دماغك مش كويسه. تاخد نفس، تركز على نفسك، تسرح في افكارك، تلاقي نفسك سرحت في افكارك، ترجع تاني تركز على نفسك. تعمل الكلام ده لمده دقيقتين، تبدا بدقيقتين. المهم ان انت تبني العاده كل يوم 10 ايام تعملها لمده دقيقتين. بعدها عايزين نوصل لمده 10 دقائق، 10 دقائق كل يوم. ده هيدرب دماغك ان هي انا اي فكره بتجيلي مش بفكر فيها على طول، لا انا باخدها للفلتره وبفلترها عشان انفذ. وده على فكره ده اللي هيخليك ما تسوفش، ده اللي هيخليك تبطل بورن، ده اللي هيخليك. الحاجه الثانيه الجيم. لو مش عارف تنزل الجيم روح اتمرن سباحه. مش عايزك بقى تروح الجيم عشان البنات،
وتروح الجيم عشان الخرا اللي انت بتروح عشانه، وبطل تلعب في حماده. دي مبدئيا عشان تبطل تلعب في حماده زي ايه يعني عشان تبطل تلعب في حماده لازم تسمعني بزياده. اكتب لي في الكومنتات الكلمه دي، والله اكتب لي في الكومنتات الكلمه دي، انا اعرف ان انت وصلت على طول. واكتب لي ايه المشاكل اللي بتواجهك، عشان عايز فعلا كل يوم لو فعلا عرفنا نصور في الجيم كل يوم كده نصور. مش عايز اجيبك معايا تاني يا اسطى، مش عايز اجيبك معايا تاني بس كده. فاهمني كده الفوكس جاي عليك صح؟ انا عامله على وضع السينماتيك، يعني لو عمل كده اهو فوكس هيجي عليه اهو. يا اسطى ايه بقى الجو اللي انت كنت بتعمله جوه ده؟ هيبره. يعني انا مش عارف، انا حاسس ان انا المفروض اجيب في الفيديوهات الحاجات اللي هي الفاليو بس، الحاجات اللي فيها قيمه، ما اجيبش الهبل اللي احنا بنمشي في الشارع ده. بس حلو برضه عشان الناس تشوفنا كده كده. مش دي القناه الاساسيه بتاعتي، انا بهتم بحاجات تانية بقناه تانية فاهم. فدي بس دي ايه بنشر عليها اي فاليو، وانا حاسس ان دي اللي هتكبر، دي اللي ربنا يبارك فيها. عندي قناه اجنبيه بس دلوقتي حاليا بكتب سكريبتات ليها وكده، مهتم بيها اكتر، ههتم بيها اكتر على الانستجرام وعلى كده. ولو عايزين تابعوني على الانستجرام روحوا تابعوني لفاليو اكبر وكده. يعني حتى بدل ما تتفرج على فيديو طويل، لو انت بتحب الفيديوهات الصغيره يعني بلخص لك الفايده كلها بتاعت الفيديو الكبير في ايه حته صغيره، لو انت بتحب ايه الفايده الكامله بس. يا جماعه بص مشينا في الصحراء لحد ما نوصل بيتنا قدامنا كام كيلو كده، 2 كيلو 2 كيلو ونص مثلا 3 كيلو. فمش عارف انا مش هاجي معاك تاني غير بكره بس. ليه؟ انت فاجئتني بالموضوع ده. بقى مشاني كل بيموت في المشي، يموت في حاجه اسمها يا عم مشي. نركب ولا يمشي؟ مش قادر يا عم. عندنا يا جماعه مع الراجل الطيب ده قاعدين مع صاحبنا في السوبر ماركت.